بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المزمور 134 وهو المزمور 15 من تراتيل المصاعد. بركاته فلتكن معنا آمين. وذا بارك الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب بالليالي، ارفعوا أيديكم نحو القدس وباركوا الرب. يباركك الرب من صهيون الصانع السماوات والأرض. هللويا والمجد لإلهنا دائما أبديا أمين. بدأنا مع بعض ترانيم المصاعد، وكلمة المصاعد يعني أنت تصعد إلى بيت الله. في آية تقولها لنا فلنصعد إلى بيت الرب. بيت الرب فوق جبل المريا، وأورشليم فوق الجبال. عشان كده حتى المسيح يسوع مرة قال إنسان نازل من أورشليم إلى أريحة. فكلمة يصعد يعني يترفع بقلبه وفكره إلى السماويات. وأنا بعتبر إن الصعود بالنسبة لنا في القداس الكلمة اللي بيقولها أبونا ارفعوا قلوبكم، ارفعوا قلوبكم. سيبك من الأرض والأرضيات وارتفع إلى السماء والسماويات. هما 15 درجة ألخصهم في كلمات صغيرة، مش زي المرة الأولى لما شرحتهم بتفصيل. فالدرجة الأولى أنا بعتبرهم عبارة عن أسئلة. لما نقف عند المزمور 120 ده الدرجة الأولى، بيقول إيه؟ إلى الرب صرخت في ضيقي. يبقى إلى الرب في ضيقي صرخت، اللي هو 120. زي ما قال ربنا ادعوني في وقت الضيق انقذك فتمجدني. اللي جاي لبيت ربنا جاي علشان ربنا يفك ضيقه، ضيق الجسد من المرض، وضيق النفس من القلق، وضيق الروح من الفتور والجفاف. نقول طيب تصرخ لربنا فين؟ اقول له ارفع، اطلع الدرجة رقم 2. رفعت عيني الى الجبال. يعني ايه الى الجبال؟ يعني اصرخ لربنا فوق. في غلطة وقع فيها ايوب مش عايزين احنا نقع فيها. قال بحثت عنه شرقا فلم اراه، غربا فلم اجده، شمالا لا وجود له وجنوبا لا اثر له. والقديس يوحنا ذهبي الفم قال له لقد اخطأت سيدي ايوب، لانك نظرت للشرق والغرب والشمال والجنوب ولم تنظر الى العلاء. رفعت عيني الى الجبال من حيث ياتي عوني يا احبائي. طيب لما ارفع عيني الى الجبال هلاقي جبال كثيره، بس احسن جبال هي جبال اورشليم. واول ما اوصل للبوابه اقول فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب. وهو بيتكلم عن اورشليم قال كلام حلو قوي. قال كلام انا ساعات اردد الجمله وارد عليها انا. يعني مثلا يقول ايه؟ اسالوا سلامه اورشليم. عارف ارد اقول ايه؟ صلوا من اجل سلامه الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه. الجمله اللي بعديها ليسترح محبوك، تعالوا الي جميع المتعبين والثقلين الاحمال وانا اريحكم. ليكن سلام في ابراجك، اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنى. راحة في قصورك، القصور دي مساكن الملوك. أنا زاهد لأعد لكم الأماكن القصور، ومتى أعددت الأماكن أأتي وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم. طلبات جميلة جدا نقولها لربنا. بعد ما نقول الطلبات دي يبقى
نبتدي نسيب كل الحاجات الحلوة اللي ربنا هيعملها لنا ونخضع له خضوع كامل. في الدرجة اللي بعديها إليه رفعت عيني يا ساكن السماء، زي عيون العبيد لأيدي مواليها، وزي عيون الآمة لأيدي سيدتها. خضوع كامل للرب. بتيجي بعد كده 5 و6 و7. في الماضي يبررنا 5، وفي الحاضر يقدسنا 6، وفي المستقبل يمجدنا 7. دول 3 مزامير حلوين يبررنا. لولا يبقى هنا تبرير ربنا لينا مسح الماضي، تقديس ربنا لينا محتاج المتوكلين على الرب. التمجيد عندما رد الرب سقي صهيون صرنا مثل ايه؟ الحالمين. امتلأت افواهنا فرحا والسنتنا ترنما. بعد كده الدرجة رقم 8 و9 كنيسة الفرد وكنيسة الأسرة. كنيسة الفرد اللي هي الكنيسة رقم 1، روح ونفس وجسد. إن لم يبني الرب البيت فباطل يتعب البناؤون. طب وكنيسة الأسرة طوبى للرجل الذي يتقي الرب، امرأتك تكون كالكرمة في جوانب بيتك. بعد كده طلب الشفاء للجسد يا أحبائي، اللي هي حرصوا على ظهر الحراس، طولوا أكلامهم. الأكلام اللي هي إيه؟ الجلدات. بجلدات هي إيه؟ شفيتوا. شفاء الجسد، شفاء النفس. يقول لك نفسي تنتظر مثل الصباح، اللي هم بينتظروا الصباح. شفاء الروح، لم يرتفع قلبي ولم تستعلى عيناي. بعد كده دخل لكنيسة الله. كنيسة الله يا أحبائي هي أذكر داوود وكل دعوته. وفي كنيسة الله نرى يا أحبائي 4 أماكن سمعنا به في أفراته. ميلاده بيت لحم، لأن الكنيسة قايمة على الميلاد والصلب. ورأيناه في موضع الغاب جبل الجلجثة. يبقى ميلاد وموت. وكمان لندخل إلى مساكنه اللي هو هيكل سليمان، ده اسمه جبل الحب اللي قدم فيه إبراهيم ابنه وربنا فداه بالخروف. يبقى نروح مساكنه، وبعد كده يجي ايه؟ لنسجد في جبل قدس اللي هو جبل الزيتون اللي المسيح يسوع هيجي عليه. سجدوا له التلاميذ كانوا قليلين 11، لكن البشرية كلها تسجد له لما يجي ويقف على جبل الزيتون. يبقى فاضل كم درجة؟ الدرجة بتاعت امبارح والدرجة بتاعت النهاردة. درجة امبارح بتتكلم على ان الروح لن يشتغل فينا الا اذا كنا وحدة واحدة. يعني طول ما بيننا زعل، طول ما بيننا خناق ونقار، وعلى الاماكن وعلى الحجز وعلى غيره، تفتكر انتوا بتعطلوا عمل الروح القدس. بتعطلوا خالص. لان التلاميذ عشان يحل الروح القدس قال كانوا 120 نفس مجتمعين بايه؟ بنفس واحده. الروح القدس حل عليهم. ودي بتدينا قبل التقديس في القداس بنقول صلوه اسمها صلاه ايه؟ الصلح. يعني لازم نكون كلنا مصطلحين. وده جه المزمور بتاع المصالحه. مزمور المصالحه بيقول ايه؟ ما احلى ما اجمل ان يسكن الاخوه. يبقى عامل زي الطيب، والطيب ده نازل على راس هارون، على لحيه هارون، على جيب قميص هارون، على طرف صيام. يعني الروح القدس هينسكب على 4 اماكن. ينزل على الراس اقول له غير فكري يا رب بفكرك. ينزل على القلب اقول له املأ قلب بحبك.
ينزل على اللحية أقول له اجعلني أن أفعل ما يمجدك. ينزل على طرف ثيابي أقول له اجعلني أن أسلك في طرقك. ونختم الليلة: ها بارك الرب يا عبيد الرب، ها بارك الرب يا عبيد، يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب بالليالي. بس أنا عايز أربطها بأمنا العذراء يا أحبائي. بارك الرب يعني إيه أبارك الرب؟ أنا قلت قبل كده إن البركة تيجي من 3 اتجاهات: بركة من أعلى لأسفل، وبركة من أسفل لأعلى، وبركة أفقية. دول ال3 بركات. إيه هي البركة الأفقية؟ المشاركة في الفرحة. لما حد ينجح بنقول رايحين نبارك، لما حد يتجوز رايحين نبارك. يعني ايه نبارك؟ يعني نهني، يعني نشاركهم الفرحة، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. دي اسمها البركة الأفقية. طب البركة من أعلى لأسفل، لما يباركك ربنا من فوق لتحت يديلك. البركة من أعلى لأسفل يديلك. طب والبركة من أسفل لأعلى تشكر وترضى وتسبح. باركوا الرب يعني اشكروه يا عبيد الرب. القائمين يعني اللي عايشين في بيت ربنا. أكتر واحدة عاشت في بيت ربنا 12 سنة هي مريم العذراء، وعاشت في جو ما يعلم به إلا ربنا. وعايزين تعرفوا الهيكل اللي راحته مريم وهي سنها 3 سنين كان شكله ايه؟ روحوا اقروا أرمية 7. بيقول لهم ايه الهيكل؟ بيقول لهم في الهيكل بتاعي في بيتي سرقتوا وزنيتوا واكلتوا وعبدتوا آلهة ومشيتوا ضدي وكسرتوا وصيتي، وبيت الذي يدعى بيتي جعلتموه مغارة للصوص. أرمية قالها قبل ما يسوع ايه يقولها، لأن يسوع قال بيت الصلاة يدعى، والأول جعلتموه بيت تجارة بيت أبل، لكن رجع تاني قال أنتم جعلتموه مغارة لصوص. تصوروا بنت لما تيجي تسأل للعذراء وتقولها، زمان كانوا يشبهونا ان العذراء مدينها قلاية في الهيكل وقاعدة تصلي وتعبد ربنا. لا، دي كانت خدامة، كانت شغلتها بتلم روث البهايم اللي بيقدموها ذبايح وتطلع بالقفة بتاعتها ترميها في وادي هنوم. كانت هدومها كلها متسخة، حتى لدرجة يا أحبائي هي نفسها قالت عن نفسها رفع المسكين من المزبلة، رفعنا من المزبلة. أنا ساعات أتصور كده مريم العذراء لما تبقى موجودة في الهيكل، أول حاجة اتحرمت من حنان الأم والأب. لما تشوف ناس جاية تعبد، رجل ومراته وأولاده لابسين آخر لبس وشيك وبيدلعوا أولادهم ويهننوهم ويجيبوا لهم لعب اللي هم في سنها، وتبص كده واحدة غيرها كانت تتذمر وتبص له وتقول له عشان أنا اتندرت ليك هتعيشني طول عمري مظلومة. لكن كانت راضية بوضعها، كانت راضية بوضعها، وكانت راضية بالخدمة في الهيكل، وكانوا بيحتاجوها لنساء الكهنة تروح تخدم في بيوتهم، وهي كانت بمنتهى الرضا قائمين في بيت الرب. ايه مريم اللي خلاكي تحتملي ده كله؟ حرمان من الوالدين، وحرمان من المتعة زيك زي اللي في سنك، وحتى بعد ما طلعت واتخطبت ليوسف شك يوسف فيها قتلها، وحتى بعد ما يوسف ربنا رضاه وقال له لا ده بالروح القدس وقبلها،
وولدت ابن البكر، ويجي الخبر ان هيرودس عايز يقتل ابنك. تصوروا فيكم من الامهات تسمع ان ملك الدولة او رئيس الدولة هيقتل ابنها، تروح فين؟ تروح فين؟ ده معاه المخابرات كلها ويقدر يجيبنا من تحت تقاطيع الارض. واهرب انت ومريم والطفل الى ارض مصر. يا ده احنا لما نعمل رحله بس للانبا انطونيوس ولا نعمل رحله للدير المحرق بنعمل اتوبيس وبرنامج ومكيف واكل عشان نضيع الوقت، ودي بلاد تشيلهم وبلاد تحطهم. والعذراء عاشت انها تبارك ربنا. تشكروا الشكر كامل. باركوا الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب بالليالي، لان حياتها كلها كانت عبارة عن ايه؟ ليالي. ليالي ما شافتش فرحة في حياتها. يعني لو عشت وشفت حياتها تلاقي تطلع من مشكلة تجيلها مشكلة، تطلع من مشكلة. حتى لما راحت علشان الطفل يتكتب وتبقى فرحانة ويبقى اسمه يسوع، صدمها سمعان الشيخ وقال له وأنت أيضا سيجوز في نفسك سيف. وكان هذا السيف هو سيف الصليب. اتحرمت من ابنها لأن ما كانش قاعد معاها، كان النهار كله يجول يصنع خيرا، ولما يجي الليل كل واحد يروح بيته، ويسوع مضى إلى جبل الزيتون وقضى الليل كله مصليا. هتلاقيها منين ولا منين يا مريم؟ ده ولاد خالته وعيلته كانوا بيفتكروه مجنون، وكانوا عايزين يقبضوا عليه ويحبسوه، وقالوا عنه انه مختل العقل. ما تلم ابنك ده مختل العقل. يا والعذراء ساكته، وكل اللي تقدروا في كل الليالي اللي مرت بيها في عمرها، ليالي الضعف والضيق والتعب، كانت رفع ايديها. وعايز اقف لما بيقول الواقفين في بيت الرب ارفعوا ايديكم نحو ايه؟ القدس. مش الدار الخارجيه ولا قدس الاقداس. اشمعنى القدس؟ لان الدار الخارجيه دي رمز للعالم اللي جاي من العالم لربنا، ودي فيها حاجتين، فيها مذبح المحرقه، صليب المسيح تآمن بيه، بعديه المرحضة المعمودية. فلما تيجي في الدار الخارجية تآمن وتعتمد، ومن آمن واعتمد خلص. لكن الشركة في القدس، قدس الأقداس دي رمز للسماء، لسه ما رحناهاش. القدس اللي هي الكنيسة. والعذراء لما تبارك وتسمع وتحكي وتسأل هو ايه اللي موجود جوه القدس، وبلا شك ان الكهنة يشرحوا ويشرح القدس. القدس فيه مذبح البخور، وانت هتبقي مجمرة البخور. القدس فيه منارة الأقداس، وانت هيطلع منك نور العالم. القدس فيه مائدة خبز الوجوه، وانت هيخرج منك خبز الحياة اللي هيشبع الناس، اللي هينور العالم، اللي رائحته رائحة زكية. كل ده نسلك يا مريم، هو ده اللي يفرح قلبك. ليك حق تقول يحصل ما يحصل في الكون، أنا هسميه عمانوئيل، يعني الله معنا، هو اللي يسمعنا. ارفعوا أيديكم إلى القدس وباركوا الرب، اشكروه واحمدوه. يباركك الرب من صهيون. كلمة صهيون يعني اسم الرب، واسم الرب انتوا خدتوه في المعمودية وبقى اسمكم مسيحيين. فكل اللي يعيش المسيح ويعيش الإماتة من أجل المسيح ويقول من أجلك نموت طول النهار، ربنا هيباركك. يبارك الرب من صهيون
يباركوا منين؟ الصانع السماوات للمجد والأرض للصبر والاحتمال. بركة صلواتها وشفاعتها فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا.